صعيب تخوي داركم وتبعد على عائلتك وصحابك وانت صغير، خصوصا الا ما كانش بخاطرك، وكتزيد تصعب باش كتعرف باللي عائلتك هما اللي بغاوك تبعد. هادشي اللي وقع لايوب في هاد القصه، واللي غادي يلقى راسو راجع لمدينته من بعد 12 عام. احساس في شكل خوف وحماس، حتى واحد ما عارف شنو ممكن يوقع. مرحبا بكم، انا عثمان، وفي هذا الفيديو غادي نكملوا القصه ديال ايوب. والا كنتو مازال ما شفتوش الاجزاء الاولى رجعوا شوفوهم باش تفهموا الاحداث اللي وقعوا وتعيشوا معنا في القصه اكثر. ولكن قبل ما تنساش واحد جيم وكومونتير وبارطاجي باش تشجعوني نحط لكم قصص اكثر. ودابا فضوا وجيب شي كاس القهوه وتكونسونطرا مزيان ويلا نبداو. كيقول ايوب: كنت عارف تقريبا البلاصه حنا فين ساكنين، ولكن ما عقلتش على الدار. انا خرجت منها وانا صغير، فاش وصلت كنسول الناس على دار الوحش، من هنا ومن هنا حتى وصلت فين كنت ساكن. وقفت قدام الباب وكنشوف الحي ما عاقل على والو. المهم دقيت وخرج لي واحد الراجل تكون عنده داك 40 عام. قال لي: نعم شنو بغيتي؟ قلت له: اهلا انا ايوب. قال لي بواحد النبره: ومن بعد شنو بغيتي؟ جيني نيشان. قلت له: كيفاش شنو بغيت؟ جيت نشوف عائلتي. قال لي: عائلتك؟ باك المعطي ما بقات عنده عائله. عرفتي شنو؟ تسنى هاني جاي عندك. هذا الراجل اللي ما عرفتش شكون غادي يدخل للدار وخلاني واقف. انا واقف قدام الباب قلت ماشي هادشي اللي كنت كنتخايل. كاين كيسحاب لي غادي يرحبوا بيا والبكا وما عرفتش شنو. ودابا انا واقف ما دخلوني حتى للصالون، وشويه خرج عندي عاوتاني. قال لي: شد بسم الله، هكا الامانه غادي تكون جيتي من العربيه وما عارف فين تسكن، سير قلب على شي بلاصه تكري فيها وبدا حياتك الله يسخر لك. قال لي: الله يعاون، وسد الباب في وجهي ودخل. انا ما فهمت حتى حاجه، شي واحد يفهمني. فين هما عمامي؟ فين هي اختي؟ قلت: عرفتي شنو، خليني بعدا نسول على الاحوال كيفاش دايره. واللي عاقل عليه انه كان واحد الحانوت هنا كنت كنمشي ليه بزاف وانا صغير. هذه هي الحاجه الوحيده اللي عاقل عليها. حانوت كاين في شي دوره بحال هكا، والله لا عاقل عليه بحال غير البارح مشيت لعنده قلت ليه السلام. قال لي: اهلا بولد الحاج. قلت له: الحاج؟ قلت له: عرفتيني؟ شاف فيا وابتسم. قال لي: الشبه ولد غيسي المعطي محطوط. قلت له: واش كاين عليه شي خبار؟ قال لي: لا، من ديك الساعه ما عمره باقي يرجع. سمعت انك مشيتي تعيش مع جداك، شنو ردك ولدي شنو ردك؟ قلت له: جدة توفات مسكينه الله يرحمها، وقلت غادي نجي ونستقر في هذه المدينه، ومن الفوق كنفكر نكمل قرايتي، والبلاصه اللي كنت فيها ما كاينينش الجامعات. قال لي: تبارك الله والصلاه على النبي، الحمد لله ما طلعتيش بحال ولاد عمامك، راه غير الفاشل على خوه. قلت له: ما عرفتش شكون هذاك اللي خرج عندي واحد الراجل هاكي داير وهاكي داير. وصفته له مزيان وعطاني واحد الامانه وقال لي: سير الله يسخر لك. قال لي: هذاك راه ولد عمك بوشعايب، وهو اللي مزوج باختك دعاء. قلت له: ولد عمي ومالو كيدير لي بحال هكا؟ قال لي: سير عند البوليس واطلب حقك. قلت له: لا عمي بصراحه انا ما بغيتش الصداع، ما جيتش هنا على قبل الورث وداك الهضره الخاويه. اصلا انا بغيت غير نشوفهم، نعيش في شي بلاصه قريبه ورخيصه ونكمل قرايتي، والله يا رب حم باي حاجه ديالي. قال لي: واش من نيتك؟ عرفتي الحاج المعطي شحال كان عنده؟ هذاك راه حقك وشرع الله ما كيقلق حتى واحد. ودابا عمك بوشعايب ما تتخيلش شنو دار بداك الشيء ديال باك، راه تبارك الله داك الشيء تزاد. هاد الدار اللي كتشوف هنايا الدار الكبيره ديال الوحش، راه بقى ساكن فيها غير ولد عمك واختك دعاء. اما عمامك راه كل واحد شرا دار ديالو، كل واحد وفين مشى. وبوشعايب عايش في الخرجه ديال المدينه، عايش بخير وعلى خير، وعنده واحد الفيرما تما من داك الشيء الرفع. قلت له: واخا معليش الله يزيدها مكسر من داك الشيء، انا دابا كنقلب غير على شي بلاصه هنايا، ما عرفتش الكرا شحال داير، نقض اموري ونشوف كيفاش ندير مع القرايه والخدمه. عندي واحد البركه ما بغيتش نستهلكها، راك عارف الفلوس اللي خلات لي جده الله يرحمها، وحتى داك الشيء اللي عطاني ولد عمي ما قلتش ليه لا. قال لي: شوف انا غادي نشوف لك واحد السيد هو اللي غادي يقضي لك هذا الغرض. انت شنو بغيتي دير دابا؟ قلت له: والو، غادي نمشي نصلي وصافي. قال لي: مزيان، حنا شويه غادي نجيو لعندك، تسنانا غير في الجامع ونشوف لك شي كرا هنا اللي كيكون رخيص. وفعلا مشيت للجامع، من بعد ما جا عندي مول الحانوت هو واحد السيد اللي شاف لي واحد البيت وكوزينه راكم عارفين. كانت امنيتي ما نكونش بوحدي، ولكن فاش دخلت لهذا البيت بقيت كنبكي بكيت مده طويله، ما بكيتش ولكن الاحساس ديال بوحدي معقدني في حياتي. وانا اللي كنت كنقول فاش غادي نلقى العائله ديالي غادي يفرحوا بيا.
ولكن السيد ما حاشاهاش ليا كاع، لا وعطاني ديك البركه وسد الباب في وجهي. ايوب كيقول انا جالس في بيت مترو على مترو، يعني ضيق بزاف. شويه بديت كنحس بالتواسع، بحال جالس في شي صالون كبير. جالس انا بحال هكا، وواحد الراجل غادي يوقف قدامي، كان لابس لباس اللي قديم ولابس ديك العمامه. بغيت نقول له شكون انت، ولكن ما قدرتش ننطق حتى حرف. السيد بدا كيقرب مني وكنشم هذيك الريحه ديال المسك. كنقول لكم سبحان الله على ريحه احسن ما يمكن تشم في حياتك. وديك الساعه بحال الا ضربتني التوقيضه واستوعبت، وما بان لي حتى واحد، ما كاين حتى واحد معايا في الدار. ما بقاش داك الراجل قدامي، ولكن كنحس باللي خاطري تهنات شويه، بحال شي واحد جا طبطب عليك هضر معاك وصافي نسيتي داك الحاجه اللي مقلقاك. وهذا الشيء اللي كنعاود لكم الاخوه راه عشتو ما مره ما جوج. غسلت وجهي، كيبان لي تقريبا قرب الفجر. هاد المده كامله وانا غير جالس بحال هكا ومقلق، وانتم راكم عارفين ديك القضيه اللي فيا. كنبغي ناكل في الليل. مشيت للكوزينه مازال ما شريت والو. قبل حتى ما ندخل الكوزينه كنشم واحد الريحه زوينه ديال الطياب. قلت لا عاوتاني ما تحمقنيش. ديك المره في دار جده كنت كنقول باللي الدار ممكن تكون مسكونه ولا ما نعرف شنو، ولكن حتى هنا ما عرفتش، والله ما عرفت. دخلت للكوزينه، اش غادي نقول لكم، بحال انا اللي مطيب كنشوف هذيك الماكله كنتفكر دوك المواقف اللي كانوا كيطراو معايا وانا صغير، وهذا الشيء اللي كيطرا معايا دابا. بديت كنقول واش انا عادي ولا ماشي عادي. وبصراحه انا كرشي ما كنتش كنفرق منين ما جا الخير مزيان. قلت بسم الله وبديت كناكل، وفي نفس الوقت كنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هاد الماكله منين ما جات راها بنينه بحال هكا. لغد ليه في الصباح خرجت، بغيت نمشي ندبر على راسي ونشوف المساله ديال القرايه وحتى الخدمه باش نشوف كيفاش نخدم ونقرا في نفس الوقت. خاصني نقيد راسي، راكم عارفين انا ماشي وغادي تخرج في وجهي واحد البنت دابله مسكينه وحالتها حاله. تقول مسكينه ما عرف شحال عندها من عام، كيبان في وجهها مخطوف وصفر ما فيهش الضوء. قالت لي السلام. قلت له وعليكم السلام. قالت لي كبرتي يا خويا ايوب. الشكل ديالها ما عرفتوش، ولكن فاش سمعت الصوت ما خافيش عليا. اختي دعاء. ما حسيتش براسي تعنقتها وقلت لها اهلا اختي كي دايره، اش اخبارك، اش اخبار الوليدات. المهم بحال هكا كنهضر معاها وهي غير ساكته ومعنقاني. حسيت بها كتبكي بشويه وما بغاتنيش نعرفها. بقيت كنسولها وهي كتجاوب غير براسها. جاتني غريبه، ما عرفتش كيفاش نتصرف. ما سولت راسي كيفاش عرفتني فين ساكن، حيت ساكن قريب ليها، فغالبا مول الحانوت ما خلى من قالها. مسحت دموعها وقالت لي جيتي على قبل اختك. قلت لها اش غادي نقول لك، انا جيت على قبلك وجيت على قبل قرايتي وخدمتي ان شاء الله. وانتي شنو اخبارك، مالك كتباني عيانه ياك ما مريضه؟ قالت لي دابا ما بقيتش عيانه فاش شفتك، كبرتي بحال هكا سبحان الله، اللي ولد ما مات. وانا ضحكت وقلت لها لا 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 اختي بالعكس، اللي ولد راه مات. المهم انتي الا خصاتك شي حاجه ولا بغيتي ها انتي عرفتي الدار في اي وقت ممكن تجي. قلت لها هاد جوج كلمات ومشيت. ما عرفتش كيفاش نتصرف معاها. المهم مشيت كنشوف لافاك وكنشوف كيفاش نخدم، وما كرهتش نلقى خدمه وسط لافاك. تخدم في البيفيد، تخدم في اي حاجه، ما غاديش تضرب شي مسافه وتقدر تخدم وتقرا بلا ما تصدع راسك. المهم قديت بزاف ديال الاغراض ورجعت في حالي. ما علينا، جيت للدار توضيت وصليت شويه. كنسمع الدقان ودقان بجاد بحال تقول البوليس. حليت الباب وواحد الراجل قدامي غادي يدفعني ودخل. قلت له الحاج بغيتي تجيبها في عظامك ولا شنو؟ شكون انت وشنو هاد الدخله؟ بدا كيطلع وينزل فيا. قال لي سبحان الله غير باك نيشان، اشنو جيتي دير هنا؟ بغيتي تكمل داكشي اللي داروه والديك؟ قلت له عمي بوشعيب، ونزلت كنبوس ليه يديه وكنبوس ليه راسو. قلت له اخيرا شفتك وكنبكي وكنقول وكنتعرف شنو داز عليا يا عمي. دوزت هادي ودوزت هادي وها اللي وقع لي الراجل غادي يرجع للور وشاف فيا. قال لي واش كتفلى عليا ولا شنو كتحاول دير؟ قلت له علاش عمي شنو درت؟ اش هاد الترحيب؟ قال لي ما فهمتش، انت ما جيتيش تاخذ حقك. قلت له حقي اش من حق عمي؟ انا مبارك اللي شفتك بخير، وها انت شوف عمي. وجبت له الوراق ديال الجامعه. انا قريت واللي جابني لهاد المدينه هو بغيت نكمل قرايتي ونكون قريب منكم، مره نطلع عليكم وتطلعوا عليا. والله يسهل على ولد عمي اللي عطاني واحد البركه باش عاوني نكري. الحمد لله انا عايش بخير عمي، وكنقد اموري باش نخدم ونقرا. راك عارف باغي نعول على راسي، ما بغيت والو. اللي غريبه بزاف، ولكن مزيان وتبارك الله عليك، كتبان زعما بعقلك ومحترم، ما سحابليش ولد المعطي الوحش بحال هكا. سبحان الله، عرفتي شنو؟ ما غادي تقلب لا على خدمه لا على والو، غادي تجي تخدم عندي. قلت له قول والله. قال لي والله غادي تخدم بحالك بحال الناس الاخرين،
بحالك بحال ولاد الشاب، ما كاينش لا ولد خويا لا والو، والنيت بغيت نشوفك بزاف ونرد لك البال. شنو قلتي؟ انا فرحت. قلت له الله ودي، يكفي عمي نخدم عندك ونكون في دارك، الله على راحه. نيتيني من واحد تقول ما كنتش عارف فين نخدم وكنت سالف. قال لي صافي مزيان، وتبقى جالس هنا؟ قلت له عمي خليني على خاطري، بغيت نعول على راسي وما بغيت والو، بغيت نخدم ونقرا. انا هذا هو الحلم ديالي من صغري، نسكن في داري بوحدي، دابا صغيره ولكن شويه بشويه ندوزو لحاجه اخرى ان شاء الله. قال لي واخا سيدي، ما قلتش عيب، احنا غادي نشوفوا. المهم هكا العنوان وجي عندي باش تبدا الخدمه. لا غد ليه مشيت لعنده ودخلت عند عمي بوشعيب. قال لي راه كنديروا هكا وكنديروا هكا، وانت غادي تعاون هذا السيد ودير داكشي اللي كيقول لك وتسخر الا كانت شي سخره، وانت كتقرا ممكن يصيفطوك للبنكات الادارات تغدى لنا الاغراض. المهم راك واعي، تبارك الله الطول والعرض، والا كانت شي حاجه ثقيله بغيناك تهزها وتعاوننا. قلت له مرحبا عمي، انا معاك فاش ما بغيتي، غير قول لي شنو ندير. قال لي ولكن غادي نعطيك غير هذا المبلغ، ما تقول لي لا زيدني لا والو. قلت له الخير والبركه، بالعكس اصلا انا باقي كنقرا وما كاينش اللي غادي يخلصني على شي حاجه اكثر من هكا. انا اللي جاني في شكل كنهضر مع عمي بحال هكا وكنحس به جايه في شكل بحال ما توقعش هاد ردة الفعل. ما عرفتش شنو بغاني ندير. احسن حاجه انك تلقى خدمه قبل ما تبدا القرايه، هكا ما تجي القرايه تتبدا حتى تلقاك صافي بديتي في خدمتك. ديك العشيه فاش رجعت للدار لقيت اختي كتسناني قدام الباب. قلت لها اهلا اختي، بخير كلشي بخير؟ قالت لي ما بخير ما والو، سمعتك بغيتي تخدم مع بوشعيب، من نيتك؟ قلت لها علاش شنو المشكل؟ انا بغيت نخدم ونقرا. قالت لي شنو المشكل؟ انت نسيتي شنو دار؟ قلت لها شنو دار بالسلامه؟ لا ما دار والو، نسيتي انه كان هو السبب باش توفى باك وبسببه هو ومرته حماق تمك. لا لا عافاك عافاك اختي، انت اخر وحده تهضر على هذا الشيء، نسيتي بي من مزوجه، الا كلامك كان بصح صحيح ما كنتيش غتزوجي بولد بوشعيب. المهم انا ما كيهمنيش هذا الشيء. وشوفي يا اختي، نصيحه مني، بلا ما تعيشي في الماضي وتعيشي في هذا الشيء اللي فات، حيت غادي تعاني بزاف في حياتك. وانتي شوفي راسك وحاولي ترتاحي. ومن الفوق انا عاقل مزيان، انا امي كانت حمقى، واش كاين شي واحد يديها في حمقى؟ شي دعاء شافت فيا قالت لي انا كنت كنقول خويا رجع، ساعه خويا باقي ما رجع. ما تلومونيش الاخوان، انا ما بغيتش نعامل اختي قاصح ولا شي حاجه، ولكن كنشوفوا حياتنا ونديوها في مستقبلنا. لا غد لي فاش مشيت للخدمه عيط على عمي بوشعيب، قال لي شنو وقع مع اختك؟ قلت له علاش مالي مع اختي انا عادي. قال لي سحب لك انا ما جيب الدنيا اخبار، راني كنعرف اي حاجه كتوقع، مشات من عندك مقلقه وكتبكي. قلت له لا والو عمي، غير قلت له نديوها في مستقبلنا والواحد يدير علاش يرجع، ما نبقاوش نهضروا هضره خاويه. قال لي بالضبط، هذا الشيء باش عجبتيني، كتفكر بعقلك، والعيالات قهرونا، حتى انا مرتي ما كاينين الافلام والدراما. قال لي غير ديها في خدمتك وقرايتك وسمع كلام عمك بوشعيب وغادي تمشي بعيد، كان وعدك غادي تمشي بعيد. وتخيلوا معايا الاخوان، ولاد عمامي ولاد بوشعيب راه كانوا عايشين الرفاهيه، ضاربين الدنيا بركله، وحتى الفلوس ما عطيناهاش قيمه. وانا ما غاديش نقول لكم كنت فرحان زعما في حياتي 100%، لا بالعكس، كنت كنرجع لهذاك البيت وكنبات نفكر وكنقول صافي نرجع للدوار، حتى كنبغي نستسلم. وسبحان الله ديما كتوقع معايا شي حاجه اللي غريبه، كنمشي ريحه اللي زوينه، كنشوف شي حاجه كترجع فيا الروح، الصوت كنسمعو في ودني كيقول لي نوض توضى وصلي. ولا بزاف ديال المرات كنكون غادي في الزنقه وكنلقى الفلوس طايحه. ما عرفتش واش فايت كيوقع معكم شي حاجه بحال هكا، ولكن كاينين الناس سبحان الله فوقاش ما يتمشى كيلقاو الفلوس، ولكن بواحد الشكل اللي كيتعاود. وديما فين ما كنحس بهذيك الوحدانيه كتوقع معايا شي حاجه بحال هذه. المهم كنولي بحال كنت كنحلم، وهذا الشيء اللي مقلقني ما كيبقاش. وواحد المره ولد عمي بوشعيب الصغير كان وقع له مشكل مع شي دراري، هذا الشيء سمعت به وفاش تلاقيت معاه قلت له قول لي شنو كاين، انا ولد عمك عاود لي وغادي نقضي لك الغرض. قال لي ولا قلت لك شنو غادي دير كاع؟ قلت له غير قول لي، جربني راه ما كاينش شي واحد يدير شي حاجه في ولد عمي وانا كاين. وفعلا مشيت معاه، كانوا شي دراري كيقراو معاه في المدرسه وفي نفس الوقت كبار عليه شويه وداصرين باسلين بزاف، يعني السيد كان كيعاني من التنمر. قال لي هادوك اللي تكرفسوا عليا، وانا درت بحال شي حمار ولا بحال شي بغل حاشاكم. ما علينا، مشيت دخلت فيهم طول وعرض، ضربه فيهم وضربه فيا، تسخسخوا مزيان. ولد عمي من داك النهار ولا قريب ليا بزاف. عمي بوشعيب فاش سمعني درت بحال هكا عجبو الحال، حتى انا بصراحه كان عاجبني هذا الاحساس ديال العائله وانا قريب منهم. المهم كيدوز الوقت وكنقرب كثر وكثر من عمي بوشعيب، اللي رد البال باللي تفكيري بحال تفكيره، او لا تفكيره هو بحال تفكيري انا. وحتى من قرايتي الحمد لله كنت غادي فيها بخير وعلى خير. شنو كنت كندير مثلا؟ الا قضيت ولا بغيت نقضي شي غرض لعمي بوشعيب، وهذا الغرض
غادي يسوى 500 درهم، انا كنقضيه ليه غير ب 300 درهم، وديك ال 200 درهم اللي كنشيط له اللي ما كنتش كنديرها في جيبي كنعطيها له هو، كانت فلوسه كامله كترجع له. وبقيت هكا خدام من نيتي لسنوات طويله. ولاد عمامي كاملين كانوا قراب ليا، كنبغي نخليهم تحت عيني، راد معاهم البال وراد ليهم البال، ولكن بصراحه حياتهم كانت صافي خسرات. ولاد الفشوش النيت، وماشي غير الفشوش، ما مربينش حاشاكم. وفي هذه المده عمي بوشعيب شحال من مره دار لي اختبار بشي طريقه، كيبين لي بعض المرات شي حوايج اللي خطر بحال كتوصلوا شي فلوس ما كيقولش ديال من، فهمتوا؟ كاين شي حوايج كيزيكزاغيو، ديك الشيء ما صافيش وما غاديش بطريقه قانونيه. انا كنت كندير عين ميكا وما كنشاركش في شي حاجه حرام ولا غير قانونيه. والحاجه الوحيده اللي بقات فيا بصراحه هي اختي بحال العلاقه معاها تقطعات، كتشوفني كتقلب الطريق، ما كتهضرش معايا بزاف، يعني بحال كانت كدير غير الواجب معايا وصافي. في هاد الوقيته سالا قرايته وتقرب بزاف من عمو، داز من واحد غير كيتسخر لواحد تقريبا شاد كلشي. كانت مساعده هذيك الهيبه وديك القوه، كان تبارك الله الطول في العرض. واهم حاجه كيقول ايوب انني كنت صبار لواحد الدرجه ما تتخيلهاش. بوشعيب ولا كيثيق فيا 100% وما يثيقش في ولادو اللي ولاو كيشوفوني انا اللي وليت مسؤول عليهم. باللي الوحيده اللي ما كانش عاجبها الحال هي مرت عمي بوشعيب، بطبيعه الحال حتى اختي، ولكن اختي حاجه اخرى. وباش عرفت هذا الشيء فين ما تشوفني كتحاول ترمي لي الهضره وكتقول لي انت ولد الحمقى. وكيقول لها عمي بوشعيب الخير ما لقيتوش في ولادي، لقيتو في ايوب. كل ما ايوب يعلم الله ولادك شنو كان وقع لهم، ويا ما خرجهم من مصايب كحله. والمراه كتزيد تشعل فيها العافيه. ثم راكم عارفين اي ام ما كتبغيش تسب ولادها ولا تنقص منهم، فما بالك ان ابوهم هو اللي نقص منهم. كيقول لهم من الفوق ايوب ما عندي ما نقول له في الخدمه اللهم بارك. كتقول له ولكن ما تنساش ابو شعيب رحنا دافنينو مع بعضياتنا. انا كنسمع بحال هكا كنقول لها لا خالتي لا والله لا ولاد عمامي فوق راسي، وكنحترمهم لابعد حدود، وانا بغيت غير نعاون باش المهم ما نقلش، واللي بغيتني نديرها. شحال من مره جات عندي مرات عمي كتقول لي شوف السي ايوب انت فعلا وليتي شاد الخدمه، ما عندي ما نقول، ولكن الناس كاملين وحتى عمامك كيقولوا عليك ولد الحمقى. قلت لها وشنو المشكل عندها من الصح؟ امي كانت حمقى، امي فاش اتهمت عمي بوشعيب بحال هكا راها حماقت. وعمي بوشعيب كتوصل له خبر انني جاوبت هذا الجواب وكيعجبو الحال وكيزيد يثق فيا، عارفني ما نديرش شي حاجه اللي صدرو. كيبقى يقول لها لا صافي غير خليه على خاطرو. كيقول لها هذا الولد راه عز عندي مولادي. وتخيلوا معايا في هذا الوقت كامل فين انا عايش، مازال عايش في نفس هذاك البيت، جالس في هذاك البيت بوحدي، وما خسرش ريال واحد من الفلوس اللي كناخذ من الخدمه مع عمي بوشعيب. ولكن هذا الشيء ما غاديش يدوم بزاف. واحد الليله كيقول ايوب كنت جالس في ذاك البيت مور الصلاه ديال العشاء، غادي يبان لي نفس هذاك الراجل، هو نادرا ما كنشوفه، ولكن فاش كنشوفه كنعرف كاينه شي حاجه، وديما سبحان الله كنشم هذيك الريحه ديال المسك. المهم هذا الراجل قال لي شوف ما تشربش وما تاكلش شي حاجه تحط لك. وموراها في البلاصه كنفيخ وكنحس بحال كنت ناعس، ولكن انا فوقاش نعست ما عقلتش، غير هو كيفاش ما ناكلش وما نشربش شي حاجه الا تحطت لي لاش كيدوي. تخيلوا معايا شنو غادي يوقع. لا غد لا مور الخدمه راجعين انا وعمي بوشعيب، قال لي شوف ولدي ايوب اسمع، بلا ما تقلق من الكلام اللي قالت لك مرات عمك، ما ديرش في بالك، وباش نزيدك راه قالت لك المسامحه، وباش تصالح معاك راه موجده لينا الماكله، وما تقولش دايره لك شي حاجه، راه غادي ناكل انا وياك بجوج غير تنام هذيك الناحيه. وفعلا مرا كتبان نيتها حسنه وباغيه تصالح معاك ايوب. لو واخا عمي على الراس والعين. وفعلا مشينا بغينا نتعشاو، السيده ما خلات ما حطات لينا. كنقول لكم المراه طلات فينا بالشهيوات، ولكن فاش شفت ديك الماكله خاطري ما بغاهاش، ما قدرتش ناكلها. وتفكرت حتى الكلام اللي قال لي ديك الشيخ اللي كيحضر قدامي، واللي خلاني نشك اكثر هو ان هاد الوليمه وهاد الشيء كامل وكان غير انا وعمي بوشعيب، ما كاينينش ولاد عمامي، وحتى من مرات عمي نيت ما كايناش. كنقول ولكن كيفاش غادي نتفك، كيفاش غادي نوض بلا ما يرد البال وبلا ما نبان ما بغيتش ناكل. مازال مرت عمي عادي ما تكونش تقدر تبغي تخلي الرجال ياكلوا غير بوحدهم، ولكن ولاد عمامي حتى واحد فيهم ما كاين. وعمي بوشعيب كيسول كيقول لها فين هما الولاد، كتقول له راه فلان خارج هنا ولا خور عنده هادي وخور عنده هاديك. عمي بوشعيب قال لي تفضل وقال بسم الله، وانا شاد داك الطرف ديال الخبز كنشوف كياكل ما قدرتش حتى نقيس هذاك التبصيل، كنتسنى شي حاجه تجي من عند الله تخليني نتجنب هذا العشاء. وعمي بوشعيب كيشوف فيا وبدا كيرد البال انه بحال ما بغيتش ناكل. قال لي شنو ما فيك الجوع، انا عارف كتموت على الماكله، حنا من الصباح ما كلينا والو. ومن ظهري كنتقام في الباب
شكون اللي كانت اختي دعاء جايه كتشكى كتقول له عمي بوشعيب، عمي بوشعيب ولدك دار لي ولدك فعل لي. انا ما قلت غير شفتها ونط كنقول لها اش هاد الشيء، اش هاد الغوات، حشومه الحاج كياكل، يلا قدامي نوصلك لدارك وبارك من هاد الهضره الخاويه. شنو كتقولي؟ ما فهمتش شنو هاد القاعده اللي ولفتيها كتجي طيحي الباطل. كيقول ايوب انا جريتها من يدها ما فهمت والو وخليت بوشعيب جالس كياكل مع راسو وعاجبو الحال. باش درت بحال هكا وانا غادي مع اختي قلت لها واش هذا ديما كيضربك ولا شنو؟ جاوبيني قولي. قالت لي وانت مالك علاش كتسول؟ ياك انت دابا وليتي حبيب بوشعيب لا من الفوق كتدافع عليه كتدافع على ولادو، شنو باغي مني؟ انا دابا سولتك اختي دعاء علاش ولد عمي كيضربك؟ قالت لي راه ديما كيضربني بسبب وبدون سبب. عائله ديال الويل لا هو ولا مو حتى باه بوشعيب، وزيد حتى انت اللي نسيتي اصلك. عائله ديال الوحش ولاو فيها غير الوحوش وانت بحالك بحالهم. علم الله بابا المعطي تلقاه كيبكي في قبره وانت كتقول لي مازال مسافر. اش من مسافر هذه سنين كامله. المهم معليش اختي صبري على راجلك صبري شي شويه. وصلتها قدام باب الدار وما نعاود لكمش على الداخل ديالي كيفاش داير، ما كانش عاجبني الحال ولكن اللي خاصو يدار. ولكن الحمد لله ما عرفتش كيفاش الله نجاني من هذه المصيبه الكحله. كيفاش اختي دعاء قال لها راسها انها تجي حتى للدار وشعيب وتشكى، ما عمرها كانت كدير بحال هكا ونادرا ما كانت كتجي عنده وتبقى تبكي وتشكي. وسبحان الله انا كنرد البال وكيبان لي من ذاك النهار لا غد ليه بوشعيب كتحس به ماشي هو هذاك. وفعلا من هذاك النهار كنقول لكم صحته غادا وكتنقص، حتى الراجل واحد شويه شد الركنه وما عارفين شنو به. وانا فهمت باللي هادو في عين مرتو، المراه كتقيسها في اي حاجه الا ولادها، تقدر تسمح في راجلها على قبل ولادها. واللي خلاني نتاكد من غير داك الشيء اللي عاودت لكم انه كل مره كتلاقى بيا كتقول لي واش انت بخير، واش انت ما بك والو، واش انت كذا. امي بوشعيب غادي مرض وواحد المرضى ما عندها حتى معنى، كنديوه للطبيب ما كيلقاو عنده والو، ما بقاش كيهضر، كتحس به باغي يهضر وما لاقيش كيفاش يهضر غير كيشوف بعينيه. وانا كنت صافي هو اللي مكلف بالخدمه 100%. حتى شويه كتدخل عليا مرت عمي وولادها قالت لها السلام خالتي، قالت لي ما كاين لا سلام لا والو، جمع شطيطك ويلا خويا القنت. بوشعيب بينو وبين القبر غير 2 خطوات وعنده ولاد ورجال يقابلوا شغالاتهم، لاش غادي نجيبوا البراني هو اللي غادي يقابل لينا. الهم وانتم شنو بالكم؟ قالوا لي شوف سمح لينا ولكن هذا راه حقنا وامي عندها الصح، حنا نشوفوا اش نديروا. حتى شويه كتدخل عليا مرات عمي ولادها قلت لها السلام خالتي، قالت لي ما كاين لا سلام لا والو، جمع شطيطك ويلا خويا القنت. بوشعيب بينو وبين القبر 2 خطوات وعنده ولاد ورجال اللي يقابلوا شغالاتهم، لاش غادي نجيبوا البراني هو اللي يقابل لينا. قلت لهم وانتم شنو بالكم؟ قالوا لي شوف سمح لينا ولكن هذا راه حقنا وامي عندها الصح خوي، حنا نشوفوا اش نديروا. قلت له مزيان انا حق با الله يرحمه رديته وراس مالو ها هو في جيبي، ولكن معليش غادي نخليكم شويه ديال الفتات باش تعيشوا. قالت لي كيفاش؟ معطي الله يرحمه كيفاش رديتي حقك؟ قال لها انا من نهار خدمت مع بوشعيب بغيت نرد حقي ورديته الله يجعل شي بركه. هاد الورقه اللي كيبين انه بوشعيب دوز لي هاد الشيء كامل وقانونيا والحمد لله بارك الله فيما رزق. اما هو طال الزمان ولا قصر غادي نثبت انكم نتوما اللي ذبحتوه. المراه ما فهمت والو كيفاش هذا راه النصب هذا. من بعد ديك النهار كيتقال باللي جرى على المراه وعلى ولادها ومشى لذاك الحي اللي فيه دار ديال الوحش الكبير، الدار ديال العائله اللي ساكنه فيها اختو دعاء وولد عمو. والناس قالوا باللي ايوب جا وناضت بيناتهم، بقى كتشوف الحوايج ديال الراجل دعاء كيترموا من السرجم من بعد ما بزز عليه انه يطلقها قدام الناس. اختو ما كانت فاهمه والو وفي نفس الوقت كانت فرحانه، وايوب غادي يعاود لها من الاول اشنو وقع وباللي جا هنايا باش يجيب حق عائلته، وباللي جداه راه قلتها لكم الا تبعتوا في الاجزاء الاولى كانت بغاتو يرد حقه. كل نهار كتقول له خاصك توجد راسك وخاصك تكون قوي وتكون ذكي، وكل مره كانت كتقول له بنتي راضيه بعقلها، بنتي راضيه مستحيل دير بحال هكاك غير هكاك. وكانت كتقول ليه باللي هاد الحلمه اللي حلمت امك كون متاكد انها حقيقه. كاين الناس اللي عندهم هاد القدره، كاين الناس اللي كيشوفوا حوايج ناس اخرين ما كيشوفوهمش وكيوقعوا معاهم حوايج اللي غراب. ها اللي كيشوف رؤى، ها اللي كتسخر ليه الجواد وزيد كيقول انا شاهد على هاد الشيء حيت ديما كنحس براسي ماشي بوحدي، وحق والديا ما عمرني نسيتو، غير هو باش ترجع حقك خاصك تصبر وتخدم عقلك. قالت لي دعاء علاش ما تشرحليش ليا هاد الشيء، علاش ما قلتي لي والو، خليتيني في ديك الحاله. قال لها كون شرحت لك وقلت لك كل شيء كانت غادي تبان، ولا انا ما غاديش نركز في داك الشيء اللي بغيت ندير، وانا ضيعت سنين من عمري باش نتقرب من واحد ما حاملوش. وها انت دابا غادي تشوفي اختي شنو غادي يوقع مازال. وفعلا ايام قليله من بعد
بوشعيب غادي يتوفى على اساس انه الوفاه ديالو كانت طبيعيه، ولكن نتوما عارفين وانا عارف ما كانت حتى حاجه طبيعيه. كلشي من هذيك المسخوطه ديال مرتو. دعاء طلقت مولد عمها، وايوب عاش في ذاك الدار الكبيره ديال الوحش. عمام اخرين قال لهم المسامح كريم. حتى نتوما ممكن تكونوا تخدعتوا في خوكم بوشعيب وفي مرتو. حنا ولاد عائله، ولكن كل واحد يبقى بعيد، حتى واحد فيهم معقل عليه. الحياه ديال مرات بوشعيب وولادو حياتهم تقلبت 180 درجه، عايشين واحد الحياه ما تبغيهاش العدوك، وكاع داكشي اللي دوزو على عباد الله خرج فيهم. مرات عمو كل مره كانت كتحاول دير داكشي اللي كتعرف، فين ما تبغي تسحر ما كيصدقش. حاج ايوب واخا هادشي دازو عليه سنوات ديما محصن راسو، وعلى حساب الهضره ديال الناس سبحان الله ربي عطاه القدره يجبد السحور. يعني كيحس الا كانت في شي بلاصه شي حاجه ماشي هي هذيك، ولا تعطاتو شي حاجه خايبه، ولا ترشت له شي مصيبه، الله اعلم. واش بصح كانوا كيبانوا دوك الحوايج اللي كانوا كيقولوا الناس ديال الحي. حتى لهنا صالات القصه ديالنا. القصه مستوحاه من احداث حقيقيه كتخليك تفكر 100 مره قبل ما تادي شي واحد. بوشعيب دابا راه كيتحاسب على اللي دار في خوه المعطي اللي ما عمره ما عرفوه فين مشى ولا شنو وقع له. وإلا عجبكم هذا النوع ديال القصص ولا بغيتوني ندير شي قصه خليوها لي في الكومونتير. بالنسبه للقصص واش تبغيوني نبقى نحطها لكم كامله ولا نقسموها اجزاء؟ ما تنساوش ديروا جيم وتابونا وتبارطاجوا مع صحابكم. وشكرا بزاف حيت وصلتوا حتى لهنا. ومن هنا القصه اخرى غادي نقول لكم دمتم في رعايه الله. تهلاو.